السلام عليكم. كيفك يا الغالي؟ كيفك يا الحبيب؟ واخيرا ده اول فيديو بعد انقطاع تقريبا اكتر من سنتين بدون ولا فيديو واحد على اليوتيوب، بعد ما كنت من اكتر الناس اللي بتبقى متحمسة جدا لما ساعة جديدة تنزل ولا سماعة جديدة تنزل والناس تسأل عنها وتسألوني عنها بقى وبتاع. ببقى متحمس قوي ان انا اروح اجيبها واجربها ونحمل عنها الريفيو التفصيلي بتاعنا كده ونتكلم عنها بقى بكل شفافية بقى. انا مفتقد الفايبس دي، مفتقد الكاميرا، الاضاءات، اللوكيشن ده. يعني خلي بالك كل حاجة زي ما هي، احنا نفس الوضع بالظبط، مفيش حاجات كتير اتغيرت، ولكن ان شاء الله هنرجع تاني ومش هيبقى فيه اي انقطاعات تاني بعد كده، اتمنى ذلك بجد. مش عارف بقى ابدأ لك زي ما بنبدأ ولا اخش على طول. السلام عليكم. كيفك يا الغالي؟ كيفك يا الحبيب؟ النهارده بقى هنتكلم عن ساعة مميزة قوي من الساعات الشبيهة بأبل واتش ألترا الجديدة، او اللي ما عادتش جديدة بالنسبة لنا طبعا. احنا متأخرين شوية في الموضوع ده، ولكن الساعة دي من الساعات اللي لسه نازلة جديد في السوق، وعايز اكلمك اصلا عن حاجات مهمة قوي تاخد بالك منها لو انت ناوي تشتري ساعة شبيهة بالألترا او ساعة كوبي من الساعات الألترا بتاعت ابل. الساعة اللي معايا دي اسمها HK9 Ultra 2 Max، وهنركنها على جنب كده لغاية بس ما اكلمك في نقطة مهمة قوي بالنسبة للساعات الكوبي بشكل عام. بص بقى يا معلم، ركز معايا قوي بقى في شوية الكلام اللي هقوله لك ده، عشان دي حاجات مهمة قوي لو انت ناوي تشتري ساعة كوبي من الساعة الالترا بتاعت ابل. الساعات دي نزل منها انواع كتير، الانواع دي ليها مسميات معينة، المسميات دي نزل منها درجات كتير. بمعنى ان مثلا ممكن تلاقي ساعة زي دي عند تاجر بمواصفات معينة، نفس العلبة نفس الباكج نفس كل حاجة، ممكن تلاقيها عند تاجر بمواصفات وعند تاجر بمواصفات تانية، قد تكون اقل في المواصفات او اعلى في المواصفات. ساعات بيبقى مكتوب على العلب حاجات مش موجودة جوه الساعة. يعني مثلا اقرب مثال هو الساعة الاكس 9 الترا. الساعة دي كانت اول ما نزلت تقريبا عملت قلبان جامد جدا في السوق المصري، فساعة شبه ابل وفيها شات جي بي تي وشاشة سوبر اموليد وبتاع وشغل جامد جدا. بس الخدعة بقى يا معلم في ان الساعة دي زي ما قلت لك موجود منها درجات كتير في السوق. يعني الساعة دي زي ما انت شايف كده مكتوب عليها سوبر اموليد، ولكن الساعة نفسها هيك دي الاكس 9 الترا ولا هي سوبر اموليد ولا نيلة. طب هو انا ايه يضمن لي بقى ان انا اجيب الساعة الاصلية من الكوبي دي؟ لان احنا دخلنا في دوامة كده بتخليك ما انتش عارف راسك من رجليك، مش عارف اصلا الساعة الكوبي دي هي اصلية ولا لا، هي النسخة دي اللي نازل عليها المسمى ده ولا هي ساعة تانية اقل نازل عليها نفس المسمى. فالموضوع بقى محير لدرجة انت لا تتخيل، لان بطبيعة الحال المستوردين همهم الوحيد انهم يحققوا اكبر ارباح. ازاي بقى بيعملوا الموضوع ده؟ هنا بتيجي مثلا ساعة زي الاكس 9 الترا عملت ترند جامد في السوق المصري، الناس كلها كانت بتتكلم عنها واسعارها بقت شبه معروف، والساعة بتنزل بمواصفات 1 2 3. يجي بقى المستورد ابن الحلال يوم جاي مكلم المصنع اللي بيصنع الساعة دي او مصنع تاني في الصين يصنع نفس الساعة بمواصفات اقل بنفس العلبة بنفس الباكج بنفس كل حاجة، بس عشان خاطر يقلل في تكلفة المنتج فيبيعوا هنا بهامش ربح اكبر. فهي دي القصة وما فيها، ده المختصر المفيد. مش عايز ادخلك في دوامات كبيرة، مختصر المفيد نصيحتي ليك لما تيجي تشتري ساعة كوبي اشتريها من مكان موثوق او مكان معروف او حد مجرب. خلينا بقى نتكلم بالتفصيل شوية عن الساعة ال HK9 Ultra 2 Max. الساعة دي لسه نازلة في سوق المصري جديد، ما لحقش ينزل منها تقليد التقليد. تعال بقى نبدأ نتعرف عليها، مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها. اول حاجه تفتح البوكس هتلاقي الكتالوج بتاعها، وهتلاقي الساعه بيجي معاها 2 ستراب وبيجي معاها الشاحن المagnetic او الشاحن اللاسلكي. هنشيل العلبه دي كده على جنب ونتكلم عن الساعه نفسها بقى شويه. البادي نفسه بينزل منه كذا لون، اللون اللي معايا هو اللون الجراي او في ناس بتقول عليه البلاك، ده لون البادي نفسه غير الوان الاسترابات. الساعه طبعا مقاس 49 مللي، التصميم بتاعها من الخلف فيه الاربع مسامير المعدن، وفي الاثنين اللوك بتوع الاستراب، في النص الحساسات بقى بتاعت ضربات القلب وضغط الدم ونسبه الاكسجين والكلام ده. هنيجي احنا للكلام ده كمان شويه. بالنسبه للفريم فهو خامته كويسه جدا الحقيقه، وكتصميم تقريبا يطابق النسخه الاصليه من الالترا. الساعه هنا فيها زرار السكرول، والسكرول ده فيه نفسه فيه باتون او زر،
وتحتيه زر كمان، وفي الجنب التاني في زرار كمان اورنج كده، والزرارين دول ممكن تخصص لهم اي مهام انت عايزها. وليكن ممكن لو انت بتحتاج آلة حاسبة كتير ممكن تخصص لزرار فيهم مثلا آلة حاسبة تضغط عليه يفتح لك آلة حاسبة، وزرار تاني مثلا ممكن تخصصه للمكالمات يفتح لك جهات الاتصال مثلا. يعني الازرار دي ممكن تظبطها زي ما انت عايز، تخليها تفتح على اي ابلكيشن انت بتحتاج. جنب الزرار الاورنج ده في سماعة، وفي الجنب التاني في النص كده في المايك. وهنيجي لأداء المكالمات والسماعة والمايك والكلام ده كمان شوية. تعالى بقى نتكلم عن الشاشة. الشاشة هنا سوبر اموليد فعلي، في ساعات كتير بيقال انها سوبر اموليد ولكن مش بتبقى سوبر اموليد فعلي. هنا فعلا الشاشة الريزوليوشن بتاعها والوانها جميلة جدا جدا، مختلفة تماما عن ساعات كتير جربتها. الساعة هنا بتدعم وضع الالوز اون ديسبلاي، ممكن كمان تثبت الساعة على اي واجهة جوه انت بتحبها لمدة اقصاها 20 دقيقة. ده طبعا عشان استهلاك البطارية، لانك لو خليت طبعا الالوز اون ديسبلاي على واجهة من الواجهات اللي جوه هتفضي البطارية بسرعة جدا. وهنيجي احنا لأداء البطارية ده برضو كمان شوية. لما تفتح الساعة بقى فيها كل اللغات، بتدعم اللغة العربية بدون اي مشاكل، الاشعارات كلها بتيجي باللغة العربية صحيحة، مفيش حروف من اللي هي اللي بتبقى معكوسة والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. وفي جهات الاتصال نفس الكلام، مفيش برنامج ولا مكان في الساعة عنده مشكلة مع اللغة العربية. وضع الالوز اون ديسبلاي هنا بيتغير مع كل وجه، في بعض الواجهات لما بتثبتها على الشاشة بيبقى الالوز اون ديسبلاي بتاعها الساعة الرقمية، وفي واجهات تانية بيبقى ساعة العقارب. الساعة هنا فيها كل الإيماءات اللي ممكن تحتاجها. لما بترفع ايدك كده الساعة بتنور عشان توريك الساعة كام، لما بتنزلها الساعة بتطفي، او بتروح لوضع الالوز اون ديسبلاي لو انت مفعل الساعة. لو انت شغال عليها وفي قلب ابلكيشن مثلا وحابب تقفل الساعة ممكن تغطيها بس بايدك كده بتفصل على طول. الساعة دي بتشتغل على ابلكيشن وير فيت برو، وبتيجي ب10 واجهات مثبتين في الساعة، وممكن تزودهم او تثبت عليهم واجهات تانية من خلال ابلكيشن وير فيت برو. وبالمناسبة الابلكيشن ده بقى مليان اعلانات، وبقت معظم الواجهات اللي عليه مش ببلاش. انا فاكر انا فضلت ادور على الواجهات اللي هي المجانيه دي، تقريبا اقصى عدد لقيته كان حوالي 25 او 30 واجهه مجانيه، والباقي كله ب$1. $1 يلا هذا خواجه، يلا بنت خواجه. ممكن تخصص واجهه بنفسك وتحط فيها الصوره اللي انت عايزها، ممكن تحط صورتك. والساعه هنا بتدعم صيغه ال24 او ال12، تختارهم من الساعة او الابليكيشن. حواف الشاشة مش كبيرة، حواف الشاشة كويسة مقبولة، يعني مش اصغر حواف ومش حواف كبيرة تضايقك. الساعة فيها تقويم، فيها منبه، فيها ساعة ايقاف، فيها آلة حاسبة، فيها ابليكيشن كده بيطرد رذاذ المية لو السماعة جه فيها شوية مية، بيعمل موجات صوتية كده عشان يطرد المية. وبالمناسبة الساعة مش ضد المية اصلا، ولكن لو جه عليها قطرات مياه كده وانت بتتوضى او بتغسل ايدك ممكن ما يحصلش حاجة. الساعة طبعا فيها حساسات للمشي او الجري، وفيها برنامج للتمارين الرياضيه، فيها برنامج لتمارين تنفس، فيها حساسات كمان بتقرا ضغط الدم، بتقرا نسبه الاكسجين في الدم، سرعه ضربات القلب، الكلام ده كله موجود. فيها ابلكيشن كده للنوم بيشوف انت نمت امتى وجوده نومك كانت عامله ايه، ولكن قراءاته بنسبه كبيره فيك. اما تربطها بقى الابلكيشن هتلاحظ ان فيه مميزات زياده، بيظهر معاك بقى حاله الطقس. الساعه فيها مذكره وفيها تذكير للصحه، ولكن برضو لازم يكون الابلكيشن اكتف على الموبايل. تذكير الصحه ده ميزه لذيذه قوي، انا كنت عايز استخدمها ولكن معرفتش لسبب برضو ان الابلكيشن لازم يكون اكتف، وهو انه ممكن يفكرك بشرب الميه، او لو عندك علاج في ميعاد معين بيفكرك بيه. ولكن اول ما الابلكيشن يتقفل على الموبايل حتى لو هي مربوطه بالبلوتوث الساعه بتنسى كل ده، لازم يكون الابلكيشن مفتوح. فانت وارد تقفل الابلكيشن بالغلط، وحتى لو خدت بالك وما قفلتش الابلكيشن بالغلط ممكن يكون الموبايل بتاعك بيعمل وضع سكون، او بيودي الابلكيشن اللي مش بتستخدمه ده وضع ايقاف مؤقت مثلا، فبالتالي برضو الساعة مش هتقبل اي اوامر من الابلكيشن لان الابلكيشن هيبقى واقف. فالموضوع كان هيبقى لذيذ قوي لو كان في الساعة مباشر، لو كنت تظبطه مثلا من الموبايل والساعة تحتفظ بالبيانات اللي انت دخلتها من الابلكيشن. عندك هنا مسجل صوتي، ممكن تسجل مقاطع صوتية على الساعة نفسها وتسمعها من على الساعة نفسها. برضو ممكن تحط على الساعة نفسها ألبوم صور او مقاطع صوتية بتسمعها كتير، وتتحكم في المقاطع دي من الساعة على طول بدون اي تدخل من الموبايل، او تتحكم في المقاطع الصوتية اللي شغالة من الموبايل من خلال الساعة. الساعة للأسف مش بتستقبل جهات الاتصال بشكل مباشر أول ما تربطها بالابلكيشن، يعني مش بتقرأ جهات الاتصال على طول، لا انت اللي لازم تحطها بشكل يدوي، فبالتالي بتحط الناس المهمة عندك وبتخليها على الساعة بحيث انك لو عايز تتصل من الساعة بشكل مباشر تعرف تعمل ده بدون ما تمسك الموبايل. بالنسبة لأدائها في المكالمات فصوتك هيكون مسموع بشكل كويس، ولكن السماعة فيها واطية شوية. لو انت في مكان هادي فهتلاقي المكالمة بيرفكت معك، ولكن انت لو في مكان فيه زحمة او دوشة
فالمستمع مش هيسمع الا دوشتك، وانت كمان مش هتسمع الا دوشتك عشان السماعه هنا واطيه شويه. الساعه كمان فيها اوبشن لذيذ قوي في المكالمات، هو انك ممكن تغير انت عايز تسمع او تتكلم منين من الساعه نفسها بدون تدخل من الموبايل. يعني انت لو عايز تعمل المكالمه دي من الساعه بضغطه واحده هتتكلم وتسمع من الساعه، او بضغطه برضو من الساعه تسمع وتتكلم من الموبايل. الساعه بقى فيها شويه رفاهيات كده ما لهاش اي 30 لازمه من وجهه نظري العمليه، انهم كانوا ممكن يركزوا على تحسين البطاريه شويه، ممكن يركزوا انهم يوفروا لك واجهات مجانيه اكتر من كده. بالمناسبه كمان خلفيه المنيو من جوه ممكن تغيرها من الاسود، ممكن تحط فيها خلفيات، ولكن مش ممكن تكستمايز خلفيه معينه. لا انت عندك كذا خلفيه كده برضو في الابلكيشن ممكن تحطها، والباقي ب$1 برضو. عد بقى معايا حاجات المفروض انها مميزات ولكن انا شايفها افوره وغير عمليه تمام. اول حاجه لاحظت على البوكس بتاعها حاجه اسمها ريست اي بوك. ريست اي بوك ده المفروض ان هو ابلكيشن بتاع كتب. الحقيقه انا مش فاهم وجهه النظر فيه. يا ابن الحلال انت عايز نقرا كتب على الساعه دي على الشاشه دي؟ عندك حاجة كمان المفروض انها ميزة، وهي اللايف فوتو بريفيو، وهي انك ممكن تفتح الكاميرا على الموبايل وتشوف الكاميرا بتصوره من الساعة وتلقط الصورة من الساعة. ولكن الموضوع ده فيه حاجة رخمة قوي، ان لازم الصورة تاخدها بابليكيشن وير فيت برو. فانا معلش يعني عمري ما هاخد صورة بابليكيشن وير فيت برو. انا يوم ما عاوز اتصور هفتح ابليكيشن الكاميرا بتاع الموبايل عادي، او ابليكيشن تاني مثلا بحب اتصور بيه، لكن انت حاكمني بوير فيت برو مش هفتحه ولا هستخدمه. الساعة فيها شات جي بي تي ملوش اي 30 لازمة، الساعة فيها مترجم ملوش اي 30 لازمه، والساعه بقى فيها صانع واجهات بالاي اي. المفروض ان الاضافه دي خليك مثلا تقول للساعه انا عايز صوره قطه راكبه عربيه سيات في دمياط، تجيب لك صوره قطه راكبه عربيه سيات في دمياط وتحطها لك واجهه في الساعه. بتلاقيش الكلام ده طبعا. اضافه برضو ملهاش اي 30 لازمه. لا ده خد بقى التقيله، الساعه قال ايه فيها اب ستور، قال يعني ممكن تنزل عليها بقى ابلكيشنات والعاب ودنيا. يعني احنا عارفين اصلا الساعات الكوبي دي كلها بتيجي بمعالجات يعني يا دوب يقدر يهزر، فمش هنيجي بقى نفخمها بقى وتقول لي اب ستور وبتاع، كلام فاضي. تعالى بقى ندخل على البطارية هنا بصراحة أداءها حلو، من 3 ل 4 أيام في الشغل المتوسط. لو انت شوية فاصل بلوتوز وشوية موصله، مش بتتصل بناس كتير من الساعة، مش بتتكلم يعني منها كتير، مش مفعل مثلا الاولوزون ديسبلاي ده على طول، هتشتغل معاك رينج ل 3 4 أيام. ولكن بقى لو قرصت عليها شوية في الاستخدام، يعني مثلا فعلت الاولوزون ديسبلاي بتاع الواجهات الداخلية اللي هو لمدة 20 دقيقة ده مثلا كذا مرة على مدار اليوم، مفعل مثلا الاولوزون ديسبلاي ذات نفسه على مدار اليوم، بتتكلم منها كتير، بتتصل منها كتير، بتشوف الاشعارات من عليها، بتستخدم الساعة كمهام غير الساعة، لا البطارية هتقل معاك شوية حلوين، ممكن تقعد معاك حوالي يوم ونص يومين ده بالكتير قوي في الاستخدام الشغل. اتمنى بقى في الاصدارات الجاية يكون في حاجات اقوى من كده وحاجات عملية شوية عن كده. وبس ما تنساش بقى تعمل لي فولو على الانستجرام وتسيب لي كومنت حلو زيك كده، تقول لي ايه رأيك في الفيديو وايه رأيك في الساعة، ولو في ساعات تانية حابب نجيبها ونعمل لها فيديوهات قول لي في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشير الفيديو مع اصحابك اللي مهتمين بحاجة زي كده، ويلا اشوفك في الفيديو الجاي. السلام يا معلم.